موقع الوطن بيقول خبر سري جدا وخاص الوطن: الجيش يتعقب عشرات من حماس وحزب الله بمنطقة القناة وسيناء دخلوا البلاد لتنفيذ أعمال تخريبية عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ومناشدة للمواطنين بالإبلاغ عن أي عنصر. وكشف مصدر مسؤول للوطن منذ قليل أن عناصر من الجيش المصري تتعقب الآن عشرات الفلسطينيين من حماس وحزب الله دخلت البلاد عبر الأنفاق وسط أنباء بالإعداد لقيامهم بأعمال تخريبية داخل الأراضي المصرية في أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات. يعني الانتخابات هتعلن، هتحصل الأعمال التخريبية. في حالة فوز الفريق شفيق وخسارة محمد مرسي مرشح الإخوان، والذي ذكر في آخر مؤتمراته برضو مرسي قال، يعني غير إن يا دكتور حضرتك قول لي هنا الشاطر بيقول عنيفة ليست سلمية وعنيفة، مرسي قال ثورة عارمة هتحدث وحذر منها في حالة خسارته الانتخابات. أوضح المصدر أن تلك العناصر تواجدت في مناطق سياحية وأراضي زراعية قريبة من مناطق فرارة وفايد والقنطرة شرق وغرب، وعدد من الأهالي أبلغ الجيش عنهم، وأن حالة التأهب القصوى أعلنت في محيط المجرى الملاحي لقناة السويس، وألقي القبض فعلا على البعض منهم. في خبر ثاني أن ضبط 3 صواريخ مضادة للطائرات و9 ألغام و8 بنادق ورشاش بمطروح، حيث أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة مجموعة من المهربين بيع كميات من الأسلحة الثقيلة، وتمكنت القوات من ضبط الأسلحة داخل مخزن بمنطقة صحراوية غرب مطروح قبل بيعها، وتبين أنها تضم صواريخ مضادة للطائرات. نفسي أعرف مين في مصر بيشتري صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ عابرة للمدن وألغام أرضية وبنادق آلية وأسلحة نارية، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وده جاي في أخبار عاجلة في اليوم السابق. هل نتوقع عقب إعلان النتيجة أيا كانت عنف، أي نوع من أشكال العنف في مصر؟ يعني هل هذه التصريحات ثورة عارمة ليست ثورة عنيفة وليست سلمية في صواريخ مضادة للطائرات وعابرة المدن، هل نتوقع أي نوع من الكلام ده طلع دلوقتي ازاي وليه القبض على الناس دي؟ هل نتوقع ان في عنف أم ده